السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كنافة بالكريمة بالبسكوت اللوتس بطريقة سهلة جدا. عايزة اقول لكم بجد الريحة مش قادرة اقول لكم على جمالها، ريحة البسكوت اللوتس مع الكريمة مع كنافة تحفة بجد. ان شاء الله تكون سهل عليكم باذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية كلها يا رب. متشكرة لكل حبايبي اللي بيدعموني، ومتشكرة لكم جدا بجد، كلنا بنكبر مع بعض وبعض. يا رب يكون الطريقة سهلة عليكم ان شاء الله. عايزة اقول لكم الكنافة دي بتبقى غالية جدا جدا بره. طبعا مش بتحط كمية الكريمة دي كلها، انا حاطة كمية كريمة كبيرة بصراحة، انا بحبها الكريمة بتاعتها ياما شوية. التانية بتيجي خطوط رفيعة جدا كده، ما فيهاش شغل كتير ولا حاجة. طبعا مش بحتة الشغل بقى، بحتة ان انتي طعم الحاجة واخدة حقها. يا رب تكون سهل عليكم ان شاء الله، وندخل مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم. ونبدأ يا حبايبي نشوف الكنافة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. انا عندي دي كنافة مفرزاها، جبتها كسرتها كده بالشكل ده. شايفين اول ما بنعملها كده بتكسر معايا على طول بكل سهولة كده بالشكل ده. اتاكد ان كلها اتكسرت معايا. انا عندي بقى سمنه مدوباها، سمنه وزبده وسمنه فلاحي المتوفر عندك. هضيف كده كميه كويسه كده. نبتدي نقلب كده بالشكل ده. السمنه تكون سايحه بس ما تكونش سخنه قوي عشان مش عايزاها تعجن معايا. نبتدي نغلفها كلها كده بالشكل ده. وكده حبايبي شايفين كده الكنافه بتاعتي كلها اتغلفت معايا بالسمنه كده. هضيف الكنافه بتاعتي دي في صاج كده او في صينيه فرن، وندخلها الفرن نحمرها. على فكرة الطريقة دي ممكن تحمريها في الفرن وممكن تحمريها على البوتاجاز، بس بصراحة بالنسبة لي بحب الطريقة اكتر اللي في الفرن. طبعا زي ما انتي حابة اعملي، بس انتوا متعودين مني الحاجة اللي بقول لكم عليها كويسة بتبقى متأكدة انها كويسة. تمام كده، ادخلها بقى الفرن ونرجع نشوف شكلها بعد ما تحمر عاملة ازاي. كده حبايبي خلاص، شايفين الكنافة بتاعتنا كده احمرت بالشكل ده. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي، شكلها تحفه بجد. طبعا اللون اللي انتوا حابينه بقى، لو حابه تزودي تغمقي براحتك زي ما انت عايزه. انا هضيف على الكلام ده شويه جوز هند، الاضافه دي ممكن تستغني عنها خالص مفيش مشكله، بس انا بحب تدي ريحه حلوه كده مع الفريك. اقلب كله كده بالشكل ده. نجيب الشربات بتاعنا، نبتدي نجيب الشربات بتاعنا، نبتدي نسقي كده بالشكل ده. كميه قليله جدا مش عايزين كتير. لو انت في الخطوه بتاعه التحمير حابه تضيفي سكر بودر وتحمريه معايا مفيش اي مشكله. ده طبعا بيرجع لحسب الرغبه يعني. انا بصراحه عشان مش عايزه الشربات يبقى كتير ولا السكر يبقى كتير قوي، فكده انا هكتفي بالكميه دي. زي ما قلت لكم الشربات او السكر ده بتاعتكم انتوا عايزين اعملوه. سخنه جدا مش عارفه امسكها، بس هسيبها كده تهدى شويه كده ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. وكده حبايبي انا فضيت صينيه الكنافه بتاعتي في صاج واسع كده بالشكل ده، وضغطت عليها جامد. نضغط عليها على قد ما نقدر، نحط صينيه تانية فوقيها كده ونضغط عليها على قد ما نقدر. هي بصراحه لونها مش باين في الكاميرا، هو ده لونها الطبيعي. عايزه اقول لكم بجد متماسكه جدا ما شاء الله، حلوه جدا. هنزوقها بقى مع بعض، نسيبها تهدى كمان شويه. احنا طبعا بردنا، نسيبها تتماسك كمان شويه نرجع نزوقها مع بعض. وكده حبايبي خلاص فضينا الصاج بتاعنا في صاج تاني اوسع شويه. بنجيب صينيه كده نضغط عليها كده بالشكل ده كده بالطريقه دي. انا عايزاها متماسكه معايا خالص. بص كده شكلها، شايفين كده شكلها بقى عامل ازاي، متماسكه جدا اهي. بس هسيبها شويه بس تتماسك شويه معايا ونرجع نشوف هنعمل ايه. وكده حبايبي شايفين الصاج بتاعي متماسك خالص ازاي. انا عندي ده كريم شانتيه. لو انت حابه تضيفي كريمه لباني زي ما انت حابه. هنبتدي كده نضيفه ونشكله هنا بالشكل ده كده. هعمل بس خطوط بيه كده. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الحاجه اللي انتوا حابينها اعملوها. انا هسيب فاصل بينهم كده عشان التقطيع، يعني هعمل خطين كده واسيب فاصل صغير عشان التقطيع. وده كده حبايبي شكلها بعد ما ضفنا الكريمه بتاعتنا بقى. هنجرنشها مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه. كده حبايبي خلاص خلصنا الكريمه بتاعتنا. انا عندي ده كريم كراميل عاملاه كده في البيت، احنا عملناه مع بعض قبل كده. انا بصراحه ما رضيتش اعمله معاكم تاني عشان ما اطولش في الوقت. كده بالشكل ده. طبعا الكميه بقى اللي انت بتفضليها حطيها، عايزه كتير عايزه شويه زي ما انت حابه. بس كده بالطريقه دي، طريقته سهله جدا وبسيطه. عندي بسكوت لوتس كمان مكسراه في الكبه، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. ده عندي بسكوت اللوتس اللي احنا قلنا عليه كده مكسر عندي كده. كده ارشه بالشكل ده. عايزه اقول لكم بيخلي طعم الكنافه دي روعه بجد. طريقته سهله جدا.
انا هعمل وردات عندي صغيره كده بالشكل ده في الحته دي كده، هتدي منظر جمالي معايا حلو. طبعا قلت لكم قبل كده التزويق اللي انت حباه اعمليه كده بالشكل ده. وده كده حبايبي شكلها بعد ما خلصت معايا كده بالشكل ده. شايفين شكلها روعه بجد. عايزه اقول لكم الريحه جميله جميله فعلا بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وجربوها. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.